السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. كنتمنى ربي تكونوا كلكم على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال وبصحة جيدة يا ربي. هنايا البنات غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي معلكه، بصراحة كتجي لذيذة وزوينة بزاف. كنتمنى انكم تتبعوا الطريقة من الاول حتى الاخر. هذا كيك يومي البنات اللي كيجي رائع يعني، وكنشربوه هكا مع القهوة ولا شرب الشاي هكا، ولا كناخذو في يدنا الا خرجنا في شي منتزه. البنات ما تنساوش اللي كيزوروا القناه ديالي اول مره تضغطوا على زر الاشتراك هكا باش يقدر يوصلكم كل جديد. طبعا تفعلوا الجرس حتى هو. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. فخليكم مع طريقه التحضير من الاول حتى الاخر. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا كناخذ واحد القبيصه ديال الملحه، عندنا جوج ديال البيضات، كذلك كناخذ كاس ديال الزيت قل ربع كما شفتوا معايا، كاس يكون غير مملوء يعني كاس الا ربع. كعندنا كاس واحد ديال الحليب وكاس واحد ديال السكر سنيده، كذلك جوج ساشيات ديال الفاني، ممكن تكتفي غير بوحده، كذلك ساشي وحده ديال 15 غرام ولا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وكذلك عندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق. عندي كذلك الكاكاو اللي كنخلطوا الوليدات مع الحليب، وعندي الكاكاو الخام الاسود. الا كان متوفر عندكم البنات لما توضعوا اللي فيه تاع اللي كنخلطوا الوليدات مع الحليب. بالنسبه انا كما شفتوا معايا فضفت جوج ساشي ديال الفاني، وضفت كذلك كاس ديال السكر سنيده. فكنخلطوا كلشي غير بالفوي ديال اليد. اللي بغات توضعها في المونينيكس اولا بالباتور تخلطها، فكيبقى لكم الاختيار. المهم هنا انا كنخلط غير باليد ديال البنات حتى كترجع ليا الكشكوشه الفوق. كناخذ نص حامضه وكنحكى كما شفتوا معايا في الحكاكه الرقيقه. طبعا الحامضه البنات دائما كنوضعوه في المجمد حتى كيتجمد لينا قبل، باش ملي كنجيو نحكوا ديك النص ديال القشره ديال الحامض كتجينا ساهله. هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب كما شفتوا معايا، كذلك كاس الا ربع ديال الزيت. ما تكثروش الزيت البنات باش ما تجيكمش معجنه من الداخل. واحد الاخت كانت قالت لي راه كندير كيكه ولكن من الداخل كتجيني بحال معجنه. ما تكثروش الزيت، وضعوا نفس المقياس اللي عطيتكم. صافي كنرجعوا نخلطوا كلشي مع بعضياته حتى كترجع لنا كذلك كشكوشه من الفوق. هنا كما قلت لكم عندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق، فغادي ندير الدقيق ونخلي واحد الكميه قليله. طبعا كنغربلوا الدقيق ديالنا، ضروري تنغربلوه بالصفاي. هنا كنضيف خميره ديال الحلوى كما قلت لكم. طبعا غادي نخلي منها واحد ربع ملعقه صغيره على جنب، وغادي نغربلو كلشي مع بعضياته. ضروري نغربلو الدقيق باش الا فيه شي حبيبات مكورين تيتفتوا لينا. هنا كنرجعوا نخلطوا الخليط باش ما يبقاش لينا كذلك مخلط حبيبات يعني مكور هكا الدقيق في وسط الخليط ديال الكيكه. فكنخلطوا كلشي مع بعضياته صافي، وكنضرب الجوانب ديال داك الاناء اللي كنخلط فيه الخليط باش الا داك الدقيق اللي لاصق في الجوانب حتى هو ينزل. صافي هنا من بعد ما خلطته مزيان كما شفتوا معايا، فالخليط ديالنا خفيف بزاف، خفيف كما شفتوا معايا. شوفوا البنات، فغادي نضيف ديك الكميه اللي باقيه ديال الدقيق. التزموا بهاد المقادير البنات، ما تكثروش الدقيق بزاف. طبعا الا عندكم الدقيق ما كيشربش فتقدروا تضيفوا حتى 3 ديال الكيسان. بالنسبه لي انا كما قلت لكم وضعت 2 كيسان ونص. عندي الدقيق البنات كيشرب فوضعت غير 2 كيسان ونص. الا عندك الدقيق ديال الحلوى الخاص ممتاز اللي ما كيشربش تقدر توضعي 3 ديال الكيسان. صافي رجعت كملت الدقيق اللي كان باقي وخلطت كلشي مع بعضياته. كما قلت لكم الخليط عندي هنا راه خفيف، شوفوا هنايا راه خفيف مازال متماسك. كنجيبوا المول اللي غادي نوضعوا فيه الكيكه ديالنا كما شفتوا معايا، فوضعت فيه شويه ديال الزبده. طبعا دهنته بواحد الشيشه يعني كندهنوا الجوانب مزيان وحتى اللي في الوسط. غادي نرشوا برشيشه ديال الدقيق، رشوه مزيان باش ما يلتصقش لينا الكيك طبعا في المول. واللي عندها المول البنات ما تيلصقش تقدروا دهنوا غير بشويه ديال الزبده وتكب فيه الخليط ديالها. انا عندي البنات ضروري تيلصق ليا، فضروري خصني ندهنوا ونرش فيه شويه ديال الدقيق. صافي هنا غادي نوضع واحد الكميه ديال الخليط ديالنا ديال الكيكه، تقريبا غادي نخلي غير واحد شويه في داك الاناء اللي خلطت فيه كما شفتوا معايا. فالخليط كما قلت لكم عندنا حنايا هنايا خفيف، فالدقيق كيشرب البنات. اللي قلت لكم عندها الدقيق ما كيشربش تقدر توضع 3 ديال الكيسان. وهنا البنات راه مازال انا ما شعلتش الفران حتى غادي نكمل الخليط ديال الكيكه. بالنسبه هنايا البنات كما شفتوا معايا فانا وضعت معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي كيشربوا الوليدات مع الحليب، وضفت معها نص ملعقه ديال الكاكاو الخام. اللي عندها الكاكاو الخام تقدر تكتفي غير ملعقه كبيره كافي بلا ما توضح الكاكاو ديال الوليدات الصغار اللي كتخلط مع الحليب. هنا البنات كما شفتوا معايا فغادي نضيف تقريبا 2 المعالق ديال الماء، ولا تقدروا تعوضوهم ب2 المعالق ديال الحليب. كذلك وضعنا داك المتبقي ديال الخميره تقريبا ربع ملعقه اللي كان باقي، فضفته مع الكاكاو حتى هو باش منين نوضعوه في الكيكه ما تجيناش مدقصه من الداخل، حتى هو يتنفخ لينا هذا الخليط ديال الكاكاو. هنا رجعت خلطت كلشي مع بعضياته باش ما يبقاش لينا متكتل، وكذلك حتى هو عندنا خفيف. فغادي نكبو فوق الخليط الابيض ديال الكيكه
صافي غادي نوضعو كامل. كما قلت لكم البنات انا الفران مازال ما شعلتوش. صافي كنكبو داك الخليط ديالنا كامل اللي متبقي عندنا. كنجيبوا هاد الشكلاط هذا، تقدروا تودعوا اي شكلاط نتوما كتفضلوه وكيعجبكم. بالنسبه لهاد الشكلاط هذا كتقدروا تحشيو به حتى الكرواسه ديالكم الا وجدتوه في البيت، او كذلك حتى القرص. صافي هنايا البنات كما قلت لكم بعد ما وضعت هاد الكميه ديال الشكلاط فكنضغط عليها بواحد شويه هكا بالعود ديال الكاردون غير باش يهبط ليا لداخل ويجيني معلك في وسط الكيكه لداخل. انا كما قلت لكم فالفران قبل ما ندخل الكيكه كان بارد، ووضعت الكيكه ديالي في الوسط ديال الفران. فشعلته على درجه الحراره غير 100 البنات، لحقاش انا عندي الفران لو وضعته على درجه الحراره 180 فبحال كانني وضعته على 250، يعني كيولي سخون بزاف. فوضعته على درجه الحراره غير 100. بالنسبه للاخوات اللي عارفين القياس ديال الفران ديالكم، الا كان الفران ديالك كيتعطل ما كيسخنش دغيا فتقدري توضعيه على درجه الحراره 180 ولا 170، تخلي الكيكه ديالك في الوسط طيب حتى تنفخ. واخا تحلي عليها الفران راه ما كطيحش الكيكه البنات. بالنسبه للاخوات اللي يطيبوا على الفران ديال الغاز، فشعلي الفران، حطي الكيكه في وسط الفران يكون بارد، وخلي العافيه تكون مهيله في الفران ديال الغاز وخليها طيب. واخا تفتحي عليها مره هكا البنات راه ما تطيحش الكيكه. صافي هنا من بعد ما طابت كما شفتوا معايا، من بعد ما قلبتها فما شاء الله كتجي كيكه مذهبه ومعلكه، وما كتجيش كيكه يعني اللي كتفتت ولا ناشفه اولا كما كنقولوا قاصحه. المهم الكيكه ديالنا كتجي رطبه ومعلكه من داخل بالشكلاطه. هنا غادي ان شاء الله ندير لها تزيين من الفوق. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، ممكن ديروا بشويه ديال الكونفيتير من الفوق وتوضعوا عليها شويه ديال الشكلاط هكا تحكوا غير بالحكاكه. انا هنا البنات خديت كميه قليله من الشكلاط ووضعتها مع شويه ديال الحليب وغادي ندهن بها الوجه من الفوق. انا من بعد ما كملت ليها التزيين ديالها كما قلت لكم فرشيتها بشويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق، فكيبقى التزيين على حسب الذوق. وانا هنا البنات تعمدت انني ندهنها بالشكلاط من الفوق، اللي حقاش انا نداخل دايره فيها الشكلاط، يعني الشكلاط حبيبات، وكذلك الخليط اللي وضعته فيها بالكاكاو حتى هو بالشكلاط. فلذلك انا تعمدت انني نزينها بالشكلاط من الفوق كما قلت لكم. فكيبقى على حسب الاختيار. البنات اللي ما غاديش يوضعوا فيها كاكاو نهائيا فتقدروا تزيدوا نص كاس ديال الدقيق. شوفوا الكيكه كتجي معلكه وكتجي لذيذه البنات. صدقوني داك الشكلاط كيدوب فيها لداخل كيجي زوين بزاف وكتجي معلكه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق وتشاركوها مع الصديقات ديالكم باش تعم الفائده. شوفوا معايا الشكلاط اللي وضعنا حبيبات فكيدوب لداخل، ما تيبقاش يعني هكا قاصح، فكيدوب لداخل كيولي معلك فيها. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. فما بقى لي نقول لكم غير السلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.